عادة لما نشوف ساعة بسعر 29 ريال عماني توقعاتنا تكون بسيطة ونقول زين لو كان شكلها مقبول أو ممكن تعيش معنا لفترة طويلة. لكن ساعة SFW أو ساعة سيلفر خلتني أوقف شوي وأقول ترى العماني وقت يبغى يبدع. فخلينا نستكشف ساعة SFW مع بعض. هنا ما نتكلم عن ساعة تحاول تنافس الساعات الفاخرة، ولا نتكلم عن تشطيب سويسري ولا حركة ميكانيكية معقدة. نتكلم عن ساعة فكرتها واضحة، ساعة بسعر معقول لكن فيها هوية، فيها فن، فيها محاولة حقيقية في تفنين المينا بدل ما يكون مجرد لون رمزي وخلاص. وعندهم 4 ساعات وكل ساعة لها طابعها المميز. أولا ساعة جبال الحجر، والمينا تجسيد لجمال السلاسل الجبلية العمانية بالخطوط والصلابة والإحساس الخشن الجميل اللي يذكرك بتضاريس السلطنة. والساعة الثانية هي ليالي عمان، وهذه تعطيك إحساس أهدى، والتصميم مأخوذ من مقومات الليالي العمانية من الهدوء والفخامة البسيطة واللون اللي يلبس مع الدشداشة مثل ما يلبس مع اللبس اليومي. والساعة الثالثة هي ساعة صور، وهنا الفكرة مرتبطة بالإرث البحري والسفن والهوية العمانية اللي لها علاقة قديمة جدا بالموانئ والتجارة والترحال. والساعة الأخيرة هي ساعة الشيوخ، وهذه أكثر واحدة تحسها داخلة في جو الهيبة والمجالس والتراث والوقار العماني. والجميل في هذه الساعات إن المين اللي عليها فيها فن وفكرة جميلة انبثقت من موقف صار لأخونا سالم مؤسس ساعة سيلفر. الفكرة أنه ما عرف أي ساعة ممكن يلبسها لتخرجه لأنها اليوم مميز كثير عليه، فتذكر ساعة المرحوم والده، ساعة لها قيمة أغلى من أغلى الساعات في العالم اللي هي قيمة العاطفية والذكرى. فسالم حب يعمل ساعات مميزة تعطيك نفس الإحساس، وهذا شيء يحترم جدا خصوصا في هذا الفئة السعرية. والتشطيب بصراحة جيد بل ممتاز جدا إذا ربطناه بالسعر، لأنك مستحيل تحصل ساعة بكريستال من الياقوت وبجسم من فولاذ 316L بهذا التشطيب ب 29 ريال عماني. وأنا شخصيا افتخر لما أشوف ماكروبات عماني يحاول يقدم شيء مختلف، لأن الإبداع ما شرط يبدأ بسعر 1000 ريال عماني، وفي كثير من الأحيان يبدأ بساعة بسيطة، مينا جميل وفكرة صادقة. وساعة سيلفر بالنسبة لي تقدم هذا الشيء. ايش رايكم فيها؟ انتظرتكم في التعليقات. سلام.